ازاي تبدأ في المواد اللي لسه فتحتش فيها كتاب وتنجز كل اللي فات. لو انت قاعد دلوقتي وكتابك لسه مقفول وحاسس ان الوقت بيعدي بسرعة ومفضلش غير 4 شهور وحاسس ان السنة خلاص راحت منك وان مفيش امل، فانت غلطان. في فيديو النهاردة هقولك ازاي تبدأ حتى لو من بداية شهر 2، وازاي توصل لإنجاز حقيقي ومش مجرد كلام، او مش من تخلص الفيديو ده وتخش فيديو تاني. انا مش هقولك حاجة محفوظة، انا هقولك خطوات فرقت معايا ايام ما كنت في ثانوية عامة وباذن الله تفرق معاك انت كمان. ركز معايا وفي نهايه الفيديو باذن الله هتقدر تبدا حتى لو ما فتحتش كتاب خالص. كلنا ممكن نعدي بفتره ضياع وكسل، وده بسبب ان انت بتحس بضغط المواد، تحس ان الوقت عدى منك وان خلاص السنه بقت مضغوطه. وده بسبب انك بتبص للناس وتشوف هم فين. طب هم وصلوا الباب الرابع، مش عارف وصلوا الباب الثالث، الباب السابع، وانا لسه مكاني. فبتحس بضغط، وده بيولد عندك طاقة سلبية بتخليك حرفيا تفقد الأمل وتبطل مذاكرة خالص، حتى لو انت شايف ان لسه في مدة بس انت من جواك بقيت فاقد الأمل. في الفيديو اللي فات قلت لك ازاي لو انت كنت بدأت من أول السنة بس جات لك الفترة اللي أنا قلت لك عليها بتحس انك خلاص ما عدتش قادر وتبطل مذاكرة، تقدر ترجع للفيديو ده، تلاقي الرابط في الديسكريبشن، أو ممكن تخش على القناة عادي وتروح ترجع للفيديو ده. مهم بصراحة، في نصايح كتير هتفيدك. لكن في فيديو النهارده انا هكلمك لو انت اصلا لسه ما بداتش خالص، يعني حرفيا، او انك بدات بس انت ما كنتش فاهم حاجه، مش بتعرف تحل، يعني كانك ما بدات. متقلقش، كل خطوات بسيطه وعمليه. اول واهم حاجه لازم تعملها انك تسال نفسك ايه المواد اللي انا لسه ما بداتش فيها، وايه المواد اللي محتاجه جهد كبير. السؤال ده لازم تجاوبه وبينك وبين نفسك بجد، يعني مفيهوش تحوير. خلاص انت عارف المواد اللي انت ما بداتش فيها، تمام؟ وايه المواد اللي محتاجه جهد مكثف، دي بتعرفها ازاي؟ مثلا لو انت كنت علم رياضه، لو كنت ادبي، لو كنت علم علوم. لو مثلا انت كنت علم علوم فمثلا عندك احياء، عندك فيزياء، عندك كيمياء، وكذا علم رياضه بس بتضاف عليها رياضه، تمام؟ ولو كنت ادبي مثلا تاريخ، جغرافيا، ايا كان، ففي مواد بتبقى محتاجه جهد وتعب، فاهم؟ فخلاص احنا دلوقتي عرفنا انت مثلا ما بداتش مثلا نفترض فيزياء وكيمياء وانجليش، تمام؟ يبقى ايه المواد اللي محتاجه جهد؟ فيزياء وكيمياء. لكن انجليش ماده تعتبر بسيطه الى حد ما مقارنه بالفيزياء والكيمياء. اول حاجه بقى تعملها هتبدا بالمواد الصعبه، تمام؟ انا عايزك تبدا بالمواد الصعبه. في ناس كتير تقول لك لازم تبدا بالسهل ومش عارف ايه. بص يا صاحبي، عشان نبقى على نور، انت قدامك 4 شهور. انت لو بدات بالسهل وخلصته مثلا نفترض شهر ونص او شهرين او ايا كان المده، بعدها تحس هترجع لنفس الدوامه اللي هي بتاعت انا ما عدتش قادر اذاكر ومش عارف ايه. فلا، انا عايزك تبدا بالصعب عشان لما تخلصه هتحس ان اللي باقي حاجات بسيطه. فانا عايزك تبدا بالصعب، مثلا تبدا بالكيمياء، تذاكرها، تقسمها زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات. برضه انا كنت منزل لك خطه ازاي تذاكر المواد، تمام؟ فهتبدا مثلا بالفيزياء والكيمياء، والماده السهله دي تسيبها للاخر. في ناس كتير تقول لك ابدا بالسهل ومش عارف ايه، لكن من وجهه نظري انا انت تبدا بالصعب. ليه؟ انت لو بدات بالسهل، مثلا نفترض ايا كان الماده السهله اللي بالنسبه لك انت سهله، بدات بيها، تمام؟ بعد ما هتخلصها هتحس انت ما عادش ليك نفس تذاكر، او ما عادش عندك الدافع انك تذاكر، وتحس ان اللي جاي صعب وخلاص الامتحانات قربت، تمام؟ لكن لما تبدا بالصعب وانت لسه دلوقتي في شهر 2، مثلا توصل شهر 3 أو 4 وانت خلاص خلصت كل المواد الصعبه بالنسبه لك وتمام قوي، باقي مواد تافهه بالنسبه لك برضو، زي مثلا ماده، يعني نفترض مثلا انجليش، فاهم؟ فدي بالنسبه لك ماده سهله فهتقدر تخلص، هيبقى عندك دافع انك تكمل، على عكس لو انت بدات بالسهل، تمام؟ ده من وجهه نظري. وبعدين تخطط اليوم بيوم، وبرضو زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، وما تحاولش تذاكر كل حاجه في يوم واحد. ما تضغطش نفسك، حتى لو انت شايف ان 4 شهور قليل، قلت لك والله مش قليل. انت لو قسمتها صح، تمام، بحيث ما تضغطش على نفسك، فوقتها هتحس فعلا انت بتنجز حاجه، على عكس ما تضغط نفسك. اهم حاجه وانت بتذاكر، ذاكر بفهم مش بحفظ. مثلا لما تيجي تذاكر الرياضه، تمام، ما تقعدش تحفظ في قوانين وتقعد تحل. عايزك تكون فاهم المثال لما يجي لك شبهه وتعرف تحله، مش حفظ. ما تحفظ برضو في الكيمياء، في الفيزياء، في اي ماده ما تحفظ، تمام؟ وحل كتير على نفس الفكره. حاول دايما تذاكر بخرائط ذهنيه، دي بتفيدك جدا قوي في حته تقسيم الدرس، بتلخصه لك في خطوات بسيطه. ايام الامتحانات لما يبقى في حاجه واقعه منك وعايز ترجع لها وعايز تنجز، فدي بتفيدك فعلا، على عكس لما تكون مذاكر بعشوائيه بتحس ان الدنيا تانية ملخبطه وكانك بتبدا من الاول. فهي هتفيدك قدام صدقني. اهم حاجه ودي بتفرق جدا، حاول تذاكر في وقت انت بتكون فيه في قمة تركيزك. الوقت ده كل واحد مننا عنده وقت بيسموه وقت ذهبي، سواء هو بالليل او الصبح. يعني مثلا في ناس بتحب تذاكر بعد الفجر، وده انا بفضل الوقت اللي هو بعد الفجر ده، اللي هو الساعتين 3 اللي بعد الفجر دول.
انت ممكن تكون عكسي ويكونوا بالليل. المهم انت تكون عارف افضل وقت انت بتكون فيه في قمة تركيزك، وذاكر في الوقت ده. كلمتين بقى نصيحة خدهم، تمام؟ ما تحاولش انك تخلص كل حاجة في يوم واحد، وقلت لك في الفيديو اللي فات وافضل اكررها، ما تقارنش نفسك بحد، مالكش دعوة هما وصلوا فين، اهم حاجة انت فين وانت بتتحسن. مادام انت شايف نفسك يوم عن يوم بتتحسن، يبقى مالكش دعوة بحد، خليك مستمر زي ما انت. ومع الوقت والله هتحس فعلا انك انجزت حاجة وساعتها هتكون فخور بنفسك، على عكس انك توقف خالص. انت لو وقفت عمرك ما توصل للحاجة اللي انت عايزها، وكل حاجة بتبدأ بخطوة صغيرة، فخطوة على خطوة هتكون معاك في الآخر حاجة أنت عايزها. المهم إنك تبدأ. وكان في مقولة الدحيح دايما بقولها: أنت لو استنيت الوقت المثالي حرفيا عمرك ما هتبدأ. ابدأ من دلوقتي، ما تفضلش تقول لا هبدأ بكرة، لا ابدأ من النهاردة. على الأقل لو مسكت ورقة وقلم وخططت مع نفسك إيه اللي أنا هذاكره وإيه اللي أنا واقع فيه، وتسأل السؤال اللي أنا قلت لك تسأله لنفسك، اللي هو أنا واقع في إيه، وأنا فعلا محتاج أحسن نفسي في إيه. وأنا معاك في أي وقت، لو احتجت مني أي حاجة اكتبها تحت في الكومنتات وأنا هرد عليك. ولو برضو لسه ما ظبطتش معاك ومحتاج خطة تفصيلية مش قادر تعملها لنفسك، هسيب لك الانستجرام في الديسكربشن، خش كلمني وبإذن الله هنوصل لحل مع بعض، وأنا مش هسيبك يعني. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، فكك من الحبايه، المهم تكون فعلا استفدت من الفيديو ده. وباذن الله مش هيكون اخر فيديو، هنتقابل ان شاء الله في فيديوهات كتيره جايه. المهم لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتبعت الفيديو لاي حد صاحبك في ثالثه ثانوي او عايز تسمعه الكلمتين دول. لو احتجت اي حاجه مني ممكن تكتبها تحت في الكومنتات، او تبعت لي انستجرام هتلاقيه تحت في الديسكربشن. وبس اشوفك الفيديو الجاي، سلام.